اهلا بيكم في فيديو جديد من فواح. انا باسل، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. ربنا يا رب يعيده علينا وعليكم بالخير. النهارده بكلمكم عن دار اتكلمت عنها قبل كده، وهي دار مصريه صاعده متخصصه في تصنيع العطور، وهي دار منى الياسمين، منى ذا جاسمين. النهارده بكلمكم عن مجموعه جديده من العطور اصدرتها الدار، وهي عطور من وجهة نظري عطور متميزة وبتلبي حاجتين مع بعض، بتلبي الجودة والسعر. هي قيمة مقابل سعر، وأكتر من كده كمان، يعني هي more for the less، الأكتر مقابل الأقل. أنت بتاخد جودة عالية بأداء كويس في العطور، وفي نفس الوقت بتدفع فلوس قليلة. هتلاقوا على الموقع الخاص بيهم الأسعار والوصف الخاص بكل عطر، والناحية التانية هو محاكي لإيه أو مستوحى من إيه أو مقابل لعطر إيه. أنا النهاردة حابب أكلمكم عن مجموعة من العطور أنا شخصيا أعجبت جدا بأدائها وأعجبت بنقائها. العطر الأول اللي هتكلم عنه هو لوم دون سوار، وده محاكي لعطر كارتيه ديكلاريسيون دون سوار، او كارتيه ديكلاريشن دون سوار زي ما بنقول عليه هنا في مصر. لوم دون سوار من وجهة نظري هو محاكي بشكل ممتاز لكارتيه دون سوار. يعني انا جربت كارتيه ديكلاريسيون دون سوار وعملت له تقييم على القناة، نزل من اكتر من 4 سنين، وانا شخصيا من محبي العطر ده، وبشوف ان هو عطر من عطور البشوات. يعني لو انت حابب ان انت ريحتك دايما تبقى فخمة وفاخرة وفي نفس الوقت معاصرة، فديكلاريسيون دون سوار هيعجبك جدا. وترجمة الاسم بالفرنسية هو ديكلاريسيون اللي هو الاعلان، دي انسواغ اللي هو الاعلان لحلول الليل، يعني او اعلان الليل، او يعني هو بيقول لك ان الليل جاي. فهو فعلا اسم على مسمى. يعني انت اما ترش البرفيوم هتدخل في حالة او في مود جميل، هيحسسك بنوع من انواع الفخامة، وهتحس ان انت دخلت بقى في الليل برونقه بجماله بجاذبيته. الازازة بتيجي بالشكل ده، وبيبقى عليها ورا الكيو ار كود، بحيث ان انت تعمل سكان تدخل على الويب سايت على طول. وهي بتيجي بشكل محكم الاغلاق، مقفولة بشكل يعني ميكانيكي كده، تضغط يعني مش هتعرف تفتحها. الاتومايزر بيرش بشكل قوي بحيث ان انت تقدر يعني ترش. العطر بقى لوم دون سوار مميز بنقائه، والحاجة التانية مميز بأدائه القوي. يعني هو أداؤه قوي وأداؤه ممتع جدا. انت اما بترشه في البداية بتاخد ريحة الفلفل، ريحة الفلفل الفخمة دي، الرائحة الفريش السبايسي دي، وكمان بعد كده بتاخد الورود، ريحة الورد الجميل، الورد البلدي الجميل الممتع، ومع لمسة الخشب النظيف الجميل. العطر بيدخلك في حالة من حالات الفخامة. يعني انت تحب ان انت ترشه وتحس كده ان انت باشا، تحس ان انت رجل اعمال خارج مع زوجتك او مع خطيبتك في مكان فخم، او مكان من اماكن الاثرياء هتتناولوا العشاء، او لو انت رايح الشغل الصبح وبتهتم بمظهرك في الشغل وبتهتم بان انت تظهر بالشكل الفورمال او الشكل الرسمي، هيلبي لك طلبك. وريحته مميزة جدا، والتطابق الخاص بيه مع ديكلاريسيون دون سوار تطابق عالي بالمناسبة، والجودة والنقاء يخلوك فعلا مش حاسس ان في فرق ما بينهم. والسعر كمان بالمناسبة سعر يعني سعر تنافسي مقابل عطر هو انقطع. فيعني انا شايف ان هي تجربة جميلة جدا من منى
الياسمين. بعد كده بقى جربت منهم اصدار اسمه ريد انتنس. ريد انتنس هو شبيه بولو ريد انتنس. بولو ريد انتنس من العطور اللي عملت لها تقييم على القناة. التقييم نزل على القناة من أكتر من 4 سنين، من أوائل التقييمات. أنا شخصيا شايف إن هما الاتنين، دي السامبل الأوريجينال بتيجي بالشكل ده، وده ريد انتنس من منى ذا جاسمين. سعره بالمناسبة يعني ببلاش حرفيا، وكواليتي عالية جدا. انا رشيت الاتنين مع بعض اهو. ده السامبل الاوريجينال اهو، وده ريد انتنس من منى ذا جاسمين. ريحة جميلة جدا، فاكهية منطلقة، شبابية ومعاصرة. الريحة اللي هي تحس ان هي مسكرة كده ولطيفة، وفيها لمسة القهوة، مع لمسة كده تحس ان هي لمسة من لمسات الكريز، مع فانيلا وخشب. يعني هي تجربة جميلة ولطيفة لو انت بقى خارج بالليل مع اصدقائك، لو انت هتخرج لمكان مفتوح وحابب ان انت ريحتك تبقى لطيفة وناعمة وسويت كده وفيها لمسة قهوة. لو انت عايز تستخدم عطر لأوقاتك الحميمية، فريد انتنس هيبقى اختيار ممتاز. وأداؤه بالمناسبة أداء جيد جدا، والنقاء الخاص بيه نقاء عالي، فانت يعني هتحس ان انت فعلا بتاخد قيمة كبيرة جدا مقابل السعر. تقدر تستخدمه بقى لو انت رايح الشغل وحابب ان انت تظهر في مظهر الكاجوال، او لو انت حابب ان انت تستخدم عطر يبقى معاك طول اليوم وما تحسش ان انت ميزانيتك العطرية كبيرة او بتصرف فيها كتير، فهو يعني هيكفي وهيسد معاك. لان الاداء هنا اداء قوي بالمناسبة، فانت هترش 3-4 رشات بالكتير وهيستمر معاك يعني اكتر من 8 ساعات و10 ساعات. انا احيانا قعد معايا اكتر من يوم على اللبس، ويعني كنت شامه تقريبا طول اليوم، فانا معرفش هيبقى معاك التجربة عاملة ازاي، بس هو معايا كان اداؤه قوي جدا. انا شايف ان هو تجربة جميلة. بعد كده معانا اصدار اسمه ايرس مان. ايرس مان وهو يعني اسم لطيف شوية، مستوحى من اسم ايرش مان، الفيلم الخاص بروبرت دينيرو والعبقري مارتن سكورسيزي. هو الاسم يعني سهل ولطيف، ايرس مان. ايرس مان ده محاكي لبرادا لوم اي دي تي. برادا لوم اي دي تي من العطور اللي المحاكاة الخاصة بيها في اغلب الاحيان ما بتبقاش مظبوطة قوي، يعني تحس دايما ان نوتة الايرس من النوتات اللي بيبقى صعب ان انت توصل لها في المحاكاة او في العطور الشبيهة. يعني النوتة دي دايما مش بتظبط معاهم لاسباب ليها علاقة بالتصنيع. وهنا بقى النوتة دي في ايرس مان هي نوتة واضحة وظاهرة، هو يعني جايب جدا من برادا لوم اي دي تي، تحس ان هو يعني نسخة قريبة جدا منه بتطابق عالي، وفي نفس الوقت النقاء بتاعه عالي. يعني انت ما تنزعجش من ريحة الكحول، ما تتضايقش من الكحول اللي دايما بتشمه في العطور الرخيصة، ممكن تشم ريحته، ريحة الكحول مش موجودة هنا خالص. الاداء اداء قوي بالمناسبة، التدرج واضح وملحوظ.
وبيدخلك بقى في حاله ايرس مان. بقى انت هنا ريحتك بتدخل في مود الايرس، بتاخد اللمسات الناعمه واللمسات الحميميه واللمسات المغويه. انت هنا بتدخل في الحاله دي، بتحس بقى ان انت الرجل يعني الرشيق، يعني عريض المنكبين. بتحس ان انت بقى بتدخل في حالة الرجل الوسيم المثير، اللي هو النسخة الغربية دايما اللي بتتقدم لنا عن الرجل الوسيم الذكي اللي هو بيلبس التوكسيدوز والكلام ده كله. فانت بتدخل بقى في الحالة دي. يعني هو من العطور الجميلة انت تستخدمها في يومك، بيديك الاحساس الصابوني النظيف الباودري ده. وبتحس بقى معاه كمان ان هو في لمسة كده هي اقرب ما تكون للمسة الليبستيك، بس هي مش لمسة ليبستيك قوية او مش لمسة المكياج القوية اللي موجودة مثلا في ديور انتنس. لا، هنا انت بتحسها بشكل صابوني، بشكل باودري، بشكل يخلي ريحتك نفسها نظيفة وجميلة. الاداء الخاص بيه قعد معايا قبل كده طول اليوم واستمر على اللبس التاني يوم. وانا شايف ان الاوقات اللي احنا موجودين فيها دي دلوقتي هي افضل اوقات تجرب فيها عطور ايرس. الجو ولا هو سخن قوي ولا ساقع قوي، فالايرس بقى بيتألق في الاجواء دي، وبتاخد الاجواء بقى يعني الممتعة من الايرس. انت تستخدمه بقى في الشغل، تستخدمه في الاوقات الخاصة بيك، يعني الاوقات الحميمية، تستخدمه لو انت خارج مع اصدقائك، لو انت خارج مع خطيبتك، لو انت خارج مع زوجتك. فهو يعني من الحاجات اللطيفة جدا اللي انت تستخدمها برضو في رمضان، لو انت حابب ان انت تجدد انتعاشك كده كل شوية بعطر منعش ما يخنقكش. فانت تستخدم ايرس مان، هيلبي معاك احتياجاتك. انا بشوف ان العطور الثلاثة اللي انا اتكلمت عنهم دول عطور تستحق التجربة. الدار عندها مجموعة كبيرة ومتنوعة من العطور، هتلاقوها على الويب سايت الخاص بيهم. عايز اعرف منكم ايه العطور اللي انتوا بتحبوها وحابين ان انتوا تلاقوا المحاكاة او البدائل الخاصة بيها، وايه العطور اللي انتوا جربتوها من منى الياسمين. وبشكركم طبعا لمشاهدة التقييم ده، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وكل سنة وانتوا طيبين.